السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. إن شاء الله اليوم رح نبدأ بالدرس الأول من دروس الفصل الثالث لمادة الرياضيات الصف السادس. وهذا الدرس بعنوان مساحة متوازي الأضلاع. طبعا أول شيء شو هو متوازي الأضلاع؟ متوازي الأضلاع بيكون بهذا الشكل، هو رباعي تقريبا بهذا الشكل هيك. بيكون أضلاعه كلها متوازية، بيكون أضلاعه كلها كل ضلعين متقابلين متوازيين. هذا متوازي الأضلاع. بدنا نتعلم نحسب مساحته. للمساحة في قانون بسيط لازم نحفظه، هذا القانون بس حفظناه إن شاء الله بنحل مسائل هذا الدرس بكل سهولة. شو هو هذا القانون؟ القانون هو A يساوي B ضرب H. أول شغلة شو يعني A؟ A يعني المساحة. A يعني المساحة، يعني مساحة متوازي الأضلاع. بالنسبة ل B، البي يعني القاعدة، يعني طول القاعدة. مين هي القاعدة؟ القاعدة هي ضلع أحد أضلاع متوازي الأضلاع. مثلا ممكن يكون هذا الضلع، هذا الضلع الأحمر هو البي أو القاعدة. طيب بالنسبة للإتش، الإتش اسمه الارتفاع، بنسمي الإتش الارتفاع. الارتفاع هو الضلع العمودي على القاعدة اللي بيوصل للقاعدة الثانية. يعني مين هو الارتفاع؟ الارتفاع فينا نرسمه بهذا الشكل اللي هو هذا مثلا. شايفين هذا الضلع ده يكون عمودي بيعمل زاوية قائمة مع القاعدة اللي أخذناها، وهذا الطول طوله شو بنسميه؟ الارتفاع. معناها مساحة هذا المتوازي بضرب طول القاعدة بطول الارتفاع. خلينا نبدأ نحل مسائل مشان نفهم القاعدة أكثر ونلاقي الموضوع أسهل وأسهل. نيجي نحن على تمارين ذاتية. بنلاحظ نحن السؤال الأول شو عم بيقول؟ عم بيقول أوجد مساحة كل متوازي أضلاع مما يلي. نيجي على الرسمة الأولى. بنلاحظ الرسمة الأولى عبارة عن متوازي أضلاع بهذا الشكل. لحتى أحسب مساحته شو لازم أعمل؟ لازم أول شيء أحط القانون. اتفقنا شو القانون؟ بنحط القانون A يساوي B ضرب H، ويساوي هي المساحة B ضرب H. شوفوا لي هذا الشكل اللي قدامنا. البي مين هو؟ مين هي البي؟ القاعدة، معناتها هي البي. ايش قد طول هي؟ بتعدوا المربعات اللي بتمر منها هذا الخط الأحمر، اللي بيمر منها الخط الأحمر كم مربع؟ بنلاحظ الخط الأحمر بيمر من هون لهون، يعني واحد اثنين ثلاثة، وبالتالي الجواب هون ثلاثة، فبحط مكان بي ثلاثة. ضرب، طبعا هون ما في رقم، ما في إشارة بيناتهم، يعني إشارة ضرب. الاتش هلا، الاتش وين؟ الاتش الارتفاع. مين هو الارتفاع؟ هو الخط العمودي عليه اللي هو هاد. لاحظوا هذا ايش قد طوله؟ كمان بنعد كم مربع؟ واحد اثنين ثلاثة، معناتها كمان ثلاثة. ويساوي ايش قد بيطلع الجواب؟ بيطلع الجواب ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة. تسعة ايش؟ طالما هون ما في وحدة قياس فبنحط تسعة وحدات مربعة، وحدات مربعة. لو كان هون في سنتيمتر او متر بنحط متر مربع او سنتيمتر مربع حسب الموجود عندنا. طيب السؤال اللي بعده بده مساحة متوازي أضلاع، أعطانا القاعدة وأعطانا الارتفاع. معناتها القاعدة هون ما أعطانا الرسمة، أعطانا القاعدة وأعطانا الارتفاع. شلون بحسب المساحة؟ بقول A يساوي B ضرب H، يعني القاعدة ضرب الارتفاع، ويساوي القاعدة شو أعطانا إياها؟ 6، هي 6 ضرب الارتفاع ايش قد؟ 4، هي 4، يساوي 6 ضرب 4 بيطلع معنا 24. وحدة القياس هون شوفوا شلون أعطانا 6 ملم وهون 6 ملم، معناتها وحدة القياس بكتب مليمتر للتربيع. دائما باخذ نفس وحدة قياس الطول وبحط لها تربيع. اللي جنبه بده مساحة متوازي الأضلاع هذا الأصفر، فبقول له A يساوي B ضرب H، يعني القاعدة ضرب الارتفاع. البي ايش قد؟ لاحظوا معي، البي هي قديش طولها هي؟ طبعا طولها هو نفس طول اللي قدامها اللي فوق. لاحظوا شلون هي وهي متساويين، معناتها هي كمان ثمانية، معناتها بحط هون ثمانية ضرب الاتش هو الارتفاع، المسافة بين القاعدتين. المسافة هي 9، ما حدا ياخذ 12، ال 12 هذا مايل، ما بصير اخذ الميل، بدي اخذ العمودي، وبالتالي باخذ هي 9. فبحط 8 ضرب 9 ويساوي 8 ضرب 9 بيطلع معنا 72. لاحظوا هون الأطوال بإيش؟ بالسنتيمتر، معناها المساحة هي سنتيمتر وبحط لها 2 فوق يعني تربيع، بطلع 72 سنتيمتر تربيع. تمام، معناتها هيك بنحسب المساحة. بنروح على السؤال الثاني. السؤال الثاني يا طلاب قال أوجد قاعدة متوازي أضلاع مساحته 24 متر وارتفاعه 3.
طيب خلينا نحط القانون. القانون اللي بنعرفه نحن شو هو؟ A يساوي B ضرب H. ولكن خلونا نركز هون في المسألة، شو المطلوب؟ قال أوجد قاعدة. شو يعني أوجد القاعدة؟ بده A ولا بده غير شيء؟ القاعدة هي اتفقنا مين؟ هي B، معناتها اللي بده إياها هو B. البي هي المطلوبة. وشو أعطانا؟ أعطانا المساحة، المساحة بنعرفها، وأعطانا إيش؟ وأعطانا الارتفاع اللي هو 3 بنعرفه. معناتها أنا هون ما بدي أطبق هذا القانون، بدي أطبق قانون أحسب منه بي. شلون؟ قال البي بجيبها من القانون الأصلي، بقول بي يساوي، تمام، بحط بي يساوي بكل بساطة الاتش هي بنزلها لتحت الاي، يعني بحط اي هون وبحط تحت الاتش. هيك انا بكون حسبت البي. هيك انا بهي الطريقة بحسب البي. برجع بعيد شو بعمل؟ البي بده اياها، بحط بي يساوي A على H. A على H ويساوي ال A ايش قد؟ ال A اعطاني اياها المساحة 24 على ال H ايش قد؟ ال H وارتفاعه 3، معناها ال H اعطاني اياها 3. بقسم 24 على 3، ايش قد بيطلع الجواب؟ بيطلع 8 متر. هالمرة متر لانه عم بحسب قاعدة ما عم بحسب مساحة. تمام. معناته قبل ما ننتقل بس خلينا نركز شو اخذنا. نحن عندنا قانون اصلي. القانون الاصلي شو هو؟ القانون الاصلي هو A يساوي B ضرب H. هي اذا كان بده المساحة. طيب اذا بده B او بده H؟ هلا اذا بده B اخذناها، البي يساوي بقسم الاي على اتش. هي اذا بده القاعدة. طيب ممكن يجينا بعد شوي مسألة بده الارتفاع. قال الارتفاع شو يساوي؟ نفس الشيء، بقسم الاي ولكن بدال على اتش بقسمها على بي. هي اذا بده الارتفاع. معناها هدول الثلاث قوانين متعلقات في بعض، لازم نحفظهم كويس. اذا بده المساحة بحط هذا القانون، واذا بده القاعدة بقسم المساحة على اتش، واذا بده الارتفاع بقسم الاي على بي. ماشي، هدول قوانين اكتبوهم عندكم شي مكان مشان تحفظوهم. قوانين متعلقات في بعض. طيب خلينا نروح على اللي بعده. قال اوجد مساحة. طالما اوجد مساحة معناها بده الاي، معناها فورا بقول A يساوي B ضرب اتش. طيب بده مساحة ايش؟ ساحة الانتظار الموضحة على اليسار. وينها هي على اليسار؟ لاحظوا شلون. هي ساحة الانتظار الموضحة على اليسار. شو تساوي؟ مساحة الانتظار هي، لاحظوا شلون هي بنلاحظ على شكل متوازي أضلاع. لاحظوا شلون هي هيك 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 هيك. شلون بحسب مساحة هذا متوازي الأضلاع؟ البي القاعدة، وين القاعدة؟ هي القاعدة ايش قد طولها؟ 2.75. هي 2.75 ضرب ايش قد الاتش؟ الاتش باخذ هذا الارتفاع بين الأولى والثانية اللي هو 5.5. هي 5.5 بضربهم في بعضهم. 2.75 ضرب 5.5. ممكن استخدم قاعدة الضرب العمودي. يعني بروح هون على طرف بحط 2.75 ضرب 5.5. يلا خلونا نتذكرها. أول شيء 5 ب5 25، بحط 5 و2 فوق. 5 في 7 35 و2 37. هي 7 و3 فوق. 5 في 2 10 و3 13. هي بحط 13. بحط هون صفر وبكمل. 5 في 5 25، بحط 5 و2 بحطها هون مكان الاثنين القديمة. 5 في 7 35 و2 7 37، بحط 7 و3 هون كمان مكان الثلاثة القديمة. 5 في 2 10 و3 13. بجمعهم 5 و0 5. هي بيطلع 12. 2 و1 فوق. 4 و7 11 و1 فوق. 2 و3 5 و1 بحطها هون. وكم فاصلة على يمين هذا؟ على كم رقم على يمين الفاصلة؟ بجي بعد هون. هون في عنا رقمين على يمين الفاصلة، وهون عنا رقم صار 3 أرقام. معناتها بعد 1 2 3 وبحط البوينت. وبالتالي بيطلع الجواب 15.125 ايش؟ لاحظوا هون بالمتر، معناتها بحط متر تربيع. دائما بس بدي احسب مساحة بحط متر تربيع. تمام. اللي بعده. قال هون بدنا نحسب ارتفاع متوازي الأضلاع هدول. لاحظوا شو عنا. عنا نحن هون القاعدة والمساحة، وبده الارتفاع. شو قانون الارتفاع كان؟ قانون الارتفاع اتفقنا بقسم المساحة على القاعدة. هذه القوانين ثلاثة اللي قلت لكم عليهم. وبالتالي بدنا ارتفاع أول واحد. بعوض
المساحة شو تساوي بأول واحد؟ شوفوا أنا بحل هاد لسه. أول واحد شو قد مساحته؟ 13.3. بحط 13.3 على البي. ايش قد؟ البي 4.75. هي 4.75. بدي أقسم 3 13.3 على 4.75. طبعا ما بتقسم هيك، لازم أتخلص من الفاصلة في المقام إذا تتذكر وأخذناها بالفصل الثاني. شلون بتخلص من فاصل المقام؟ بحرك الفاصل التحت او بضرب الفوق والتحت ب 100. بضرب الفوق والتحت بايش؟ ضرب 100 ضرب 100. فاللي فوق شو بيصير اذا ضربناه في 100؟ بحرك الفاصلة مرتين، اول مرة بتصير هون، ثاني مرة بحط مكانها صفر، فبصير 13 3 صفر. من وين اجت صفر هي؟ لانه اذا حركت الفاصلة مرتين راح يصير في عندي صفر هون، بحطه. وتحت بصير 475. هلا هدول الرقمين بدي اقسمهم. طبعا بتريدوا بالآلة الحاسبة، وإذا ممنوع الآلة الحاسبة بالامتحان شو بنعمل؟ بنقسم قسمة مطولة. بنروح بنعمل هيك، بنقول هي 1330 تقسيم 475. يلا شو بدنا نعمل هون؟ بدنا نفكر. بنقول أول شيء الواحد ما بتكفي لل 475، و13 ما بتكفي، وال 133 ما بتكفي. بدنا نضطر ناخذ 1330. فكروا معي، ال 1330 كم مرة فيها 475؟ بنلاحظ اذا ضربناها بثلاثه مثلا. خلينا نجرب نضرب 475 ضرب 3، ايش قد بنوصل؟ 3 في 5 15، 3 في 7 21، و1 22، 3 في 4 12، و2 14. صار 1425. تجاوزنا ال 1330. معناتها 3 ما بتكفي. لا بصير زياده. وبالتالي ما بناخذ 3، بناخذ 2. تعالوا نشوف الاثنين. اذا ضربنا هي في 2، 2 في 5 10، هي صفر وواحد فوق. 2 في 7 14، وواحد 15، هي 5 وواحد فوق. 2 في 4 8، وواحد 9. صار 950. أقل من هي فمقبولة، وبالتالي فيها مرتين فقط. بحط هون 2. هلا بضرب 2 ضرب 475، بطلع الجواب 950. بحط 950، ببلش من هون. أخذنا كل الرقم، بحط هون صفر، هون 9، عفوا هون 5، وهون 9، وبنطرح. صفر ناقص صفر صفر. 3 ناقص 5 ما بتصير، بدي اخذ من اللي جنبها. هي بتصير 2، وهي بتصير 13. 13 ناقص 5 فيها 8. 2 ناقص 9 ما بتصير، هي بتصير 12، وهي بتصير 0. 12 ناقص 9 3، معناتها بصير 380. هلا 380 شو بدي اعمل هلا؟ بحط صفر من عندي وفاصلة فوق. هذا كله شيء اخذناه بالفصل الماضي، بس مراجعة سريعة بعمل أنا. فصار عندي 3800. بدي افكر كم مرة فيها 475. خلونا نجرب نضربها مثلا بخمسة. نضرب ال 475 بخمسة، نشوف شو قد بيطلع الجواب. هي 475 ضرب 5. 5 بخمسة 25. 5 في 7 35، و2 37. 5 في 4 20، و3 23. صار 2375. لساتنا بعيدين عن ال 3200، وبالتالي بكبر هذا الرقم بساويه مثلا 7. خلينا نجرب نضربه في 7. 7 في 5 35. 7 في 7 49، و3 52. 7 في 4 28، و5 33. صار 3325. يعني قربنا. طيب خلينا نجرب الثمانية آخر مرة بنشوف، يا بناخذ السبعة يا بناخذ الثمانية. نضربها في 8 وبنشوف شو بيطلع معنا الجواب. 8 ضرب 5 40. بحط صفر وأربعة فوق. 8 بسبعة فيها 56، وأربعة 60. بحط صفر وستة فوق. 8 في 4 32، وستة 38. طلع معنا 3800. معناها 3800 كم مرة فيها 475 بالضبط؟ بالضبط فيها 8. 8 ضرب 475 بيطلع 3800. نطرح بيطلع صفر، وبالتالي الجواب بالضبط يساوي 2.8. 2.8 متر. ليش أخذت متر؟ لأنه أعطاني ارتفاعهم في المتر. معناتها هون بحط 2.8. تمام. هلا بدي أحسب الارتفاع الثاني بنفس الأسلوب. نفس القانون بطبقه. نفس القانون، المساحة على القاعدة. إيش قد المساحة عندي إياها هون؟ 12.6. القاعدة 300. 3.75. كمان بدي أضرب في 100، فبصير هي
1260 لانه بدي احرك الفاصله مرتين، وهون بدي احرك الفاصله مرتين، بيصير هيك. كمان بدي اقسم، بقسمها هي مره ثانيه قسمه مطوله، الباقي خلاص بتكونوا انتم تحفظوا القاعده لحالكم تشتغلوا. خلينا نقسمها قسمه مطوله. 1000، عندي 1260 تقسيم 375. آه ال 126 ما بتكفي، بدي اخذ ال 1260. خلونا نفكر. 1260 كم مره فيها 375؟ نجرب ناخذ مثلا الاربعه. لا الاربعه راح تصير اكثر، فبناخذ ثلاثه. ناخذ ثلاثة، هي ثلاثة سبعة خمسة، ضرب ثلاثة شو بيصير؟ ثلاثة بخمسة 15، هي خمسة وواحد فوق، ثلاثة بسبعة 21، وواحد 22، ثلاثة في ثلاثة 9، واثنين 11، صار 1125. هلا إذا أخذناها ضرب أربعة رح يصير الجواب أكثر من 2000 و 1260، وبالتالي بناخذ بس ثلاثة. وبالتالي هون فيها ثلاث مرات. هلا ثلاثة ضرب 375 بيطلع 1125. نطرح هلا بقى. هون صفر ناقص خمسة ما بتصير، هي بتصير عشرة، وهي بتصير خمسة. عشرة ناقص خمسة خمسة، خمسة ناقص اثنين ثلاثة، اثنين ناقص واحد واحد، وهي صفر، فبصير 135. هلا شو بعمل؟ بحط صفر من هون وبحط فاصلة فوق. 1350 كم مرة فيها 375؟ خلونا نجرب نضربها في أربعة. هي ضرب أربعة. أربعة في خمسة 20، صفر واثنين فوق. أربعة في سبعة 28، واثنين 30، هي صفر وثلاثة فوق. أربعة في ثلاثة 12، وثلاثة بس بتصيرش قد 15. صرنا 1500. لا ما بتصير، معناتها باخذ ثلاثة. باخذ ايش؟ باخذ ثلاثة. ثلاثة في خمسة 15، هي خمسة وواحد فوق. ثلاثة في سبعة 21، وواحد 22. ثلاثة في ثلاثة 9، واثنين 11. 1125 ايه بيصير؟ باخذ هي. أقل منها فبتكفي، معناتها فيها ثلاثة. ثلاثة ضرب 375 بيصير 1125. هلا بقى نطرح. نطرح ونشوف شو قد الجواب. 10 هي بتصير 4، وهي بتصير 10. 10 ناقص 5 5، هي بتصير 2، هي 2 وهي 0. 225. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أحط صفر هون، وهون ما بحط فاصلة. خلص أنا حطيت فاصلة أول مرة فبكفي. 2250 كم مرة فيها 375؟ تعالوا نجرب نضرب 375 مثلا. نضربها ضرب 6 ونشوف شو بيطلع الجواب. 6 في 5 30، هي صفر وثلاثة فوق. 6 في 7 بطلع الجواب 6 في 7 42. 42 زائد 3 45، هي 5 و4 فوق. 6 في 3 18، و4 22. فبطلع الجواب 2250 مثلها بالضبط، معناتها فيها ست مرات. 6 في 375 2250. نطرح بيصير باقي صفر، إذا الجواب 3 فاصلة 3 فاصلة 36، يعني هي 3.36 متر. نفس الشيء بالضبط بدي أحسب أنا رقم ثلاثة. بقسم 14 تقسيم 3.1. طبعا هون لحتى أتخلص من الفاصلة بضرب بس ب 10، لأنه رقم واحد بعد الفاصلة، فبضرب هي ب 10 بيصير 140، وهي ب 10 بيصير 31. 140 تقسيم 31، هي بنقسمها بنفس الطريقة اللي قسمناها هدول فيها، فبيطلع معنا جوابها تقريبا 4.52 تقريبا. وبالتالي بنحط هون 4.52. تمام، بنروح على اللي بعده. هناك قاعدة مبنى على شكل متوازي الأضلاع. مساحة الطابق الأول أعطانا مساحة. إذا كانت القاعدة 75، فهل يمكن أن يكون الارتفاع 21 متر؟ طيب، معناتها هون أعطانا إيش؟ أعطانا القاعدة، المساحة معناتها A بنعرفها، وأعطانا القاعدة وبدنا نشوف الارتفاع، هل هو 21 ولا لا؟ شلون بنعرف؟ بنروح بنحسب الارتفاع. إذا طلع 21 معناتها صح، ما طلع 21 غلط. فبنروح الارتفاع شو قانونه؟ بنقسم المساحة على القاعدة، ويساوي المساحة أعطانا إياها 1575، والقاعدة 75. بنروح بنقسم، يلا ها، هي 1575 تقسيم 75. أول شيء إذا أخذنا الواحد ما بتكفي، وال15 ما بتكفي، بدنا ناخذ ال 157. ال 157 هدول ثلاثة. ال 157 كم 75 فيها؟ طبعا واضح إنه فيها اثنين.
2 ب 75 فيها 150. نطرح. هي 7، هي 0 0، بننزل 5. 75 كم مرة فيها 75؟ فيها واحد. واحد في 75 75، نطرح بيصير صفر، وبالتالي الجواب بيطلع معنا 21. شوفوا شلون طلع معنا 21 متر، نفس اللي أعطانا إياه. إذا الجواب صحيح، معناته الارتفاع 21. اللي بعده. بالنسبة للسؤال 8، هون بده رسم وما رسم، و9 بده رسم وما رسم. هذول المسائل يعني على الأغلب ما تجي في حال إجت في الهيكل إن شاء الله بشرح لكم عليها. هلا بنروح على تمرين إضافي. بالنسبة للتمرين إضافي، المطلوب هو المساحات التالية. أول واحد، بنلاحظ أول واحد محلول ما بده شيء. يعطينا المساحة هون، البي ضرب اتش. البي هي القاعدة. شوفوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، معناتها القاعدة خمسة ضرب الارتفاع. واحد اثنين ثلاثة أربعة ضرب أربعة بيطلع معنا 20. اللي جنبه المتوازي الأضلاع هون، ايه شو يساوي؟ بي ضرب اتش، ويساوي ايش قد البي؟ البي هي 12، هي 12 ضرب الاتش 4، ويساوي 12 ضرب 4 48. فبحط هون 48 ايش متر للتربيع. اللي جنبه بدي احسب الاي كمان. الاي يساوي بي ضرب اتش، ويساوي البي عندي اياها عم بيقول لك القاعده 12 ضرب الارتفاع 15. بدي اضرب 12 ضرب 15. هلا 15 ب 10 فيها 150، و15 في 32 صار 180 سنتيمتر للتربيع. سنتيمتر للتربيع، هون متر للتربيع طبعا كان. متر للتربيع. شوفوا شلون، هون متر فالجواب متر تربيع، هون سنتيمتر فالجواب سنتيمتر للتربيع. السؤال رقم 16، هون المطلوب أوجد الارتفاع فورا. قانون الارتفاع يساوي A على B. بعوض ايش قد ال A؟ ال A المساحة، عم بقول مساحته 218.7 على قاعدته 6.75. طبعا هي بدي أضرب البسط والمقام في 100، فبيطلع معي هون 21870 وتحت 675. طبعا من خلال القسمة المطولة بيطلع معي الجواب 32.4 ايش متر. طالما بده ارتفاع فباخذ متر، ما باخذ متر مربع. اللي جنبه اوجد مساحة، بده هون مساحة A يساوي B ضرب H، ويساوي ايش قد القاعدة 15، هي 15. قديش الاتش الارتفاع؟ اعطاني الارتفاع 21 و2 على 3، هي 21 و2 على 3. طبعا في شغله انا بعرفها، لما بدي اضرب لازم احول لعدد لكسر. هو عدد كسري بحوله لكسر. فبنزل 15 ضرب ال 21 بضربها في 3، بتصير 63 زائد 2 65، بصير 65 على 3. ال 21 بضربها في 3 مثل ما بنعرف نحن، والجواب بجمعه مع الاثنين. 21 في 3 63 زائد 2 65 على 3. فهلا شو بيصير؟ في عندي اختصار، ال 15 و3، 15 بتصير 5، وال3 بتصير 1. فبصير عندي الجواب هو 5 ضرب 65. بضرب 5 ضرب 65، 5 ضرب 60 300، و5 في 5 25، فبصير 325 متر للتربيع. اللي بعده 18، ما مساحة المنطقة الموضحة على الخريطة؟ لاحظوا شلون المنطقة هي متوازي أضلاع، فبقول A يساوي B بي اتش، ويساوي ايش قد البي؟ البي هي يعني نفس اللي فوق، يعني 78.46 ضرب الارتفاع هو 98.57. هذول من خلال الضرب العمودي بضربهم فبيطلع معي الجواب. طبعا بيطلع معي جواب كبير اللي هو 7733.8 كيلو متر مربع. لاحظوا شلون هون الأطوال بالكيلو متر، وبالتالي المساحة بقول عليها كيلو متر للتربيع. اللي جنبه، لاحظوا شلون اللي جنبه. الارتفاع، بده الارتفاع، معناتها الارتفاع يساوي هو المساحة على القاعدة، ويساوي ايش قد المساحة؟ 525، والقاعدة 21. فبدي أقسم 525 على 21، فبيطلع معي الجواب 25. طبعا 25 ملي متر، ما بحط تربيع هون لانه بذكركم انه عم بحسب اتش، فهون الاطوال بالملي متر بحط ملي متر.
كمان هذا السؤال سؤال يعتبر طويل وحله معقد شوي، في حال إجا بالهيكل إن شاء الله بشرح لكم عليه. لهون بيكون أنهينا الدرس، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.